حياكم الله، مرحبا، اهلا وسهلا. البارحة كان الموعد مع قرعة نهائيات كأس افريقيا 2025 2026، لأنها تبدأ في نهاية السنة وتنتهي في نهاية السنة الجديدة لأول مرة في التاريخ لأسباب مختلفة. والبارحة أيضا مساء واليوم قرأت وسمعت مثلكم لي الكثير من التعليق والتحاليل والتوقعات والتكهنات، سواء كانت فنية أو إعلامية وجماهيرية، وهذا أمر عادي وطبيعي عندما يتعلق الأمر في كل مرة بعملية قرعة التي تعتبر جزء من اللعبة وجزء من الحظ وجزء من المنافسة. حبيت اليوم نعلق مثلكم على هذه العملية، ولكن من وجهة نظر مختلفة أو غير محودة، ولو أنه كل واحد فينا حسب مقامه، حسب موقعه، بالعكس حسب موقعه ممكن يناقش ويحلل ويتوقع كما يريد. القرعة هي قرعة، وهي جزء من اللعبة وجزء من الحظ. أنا من وجهة نظري عموما كانت متوازنة، لا توجد مجموعة قوية ومجموعة ضعيفة، ولا يوجد منتخب قوي ولا منتخب ضعيف. المنتخبات العربية الخمسة المشاركة في هذه البطولة حظوظها مفتوحة، سواء كان المغرب البلد المنظم، الجزائر، تونس، مصر، جزر القمر، وكذلك السودان. صعب جدا اليوم نتكلم عن الحظوظ وعن التوقعات والتكهنات، لأن البطولة ما زال لها 10 شهور. يجب أن نتحدث عن التكهنات والتوقعات عشية البطولة، بعد ما تنتهي أيضا تصفيات كأس العالم. تعرفوا بأنه في شهر مارس المقبل مباراتين في تصفيات كأس العالم، شهر يونيو كذلك، ثم شهر سبتمبر وحتى نوفمبر تنتهي التصفيات المؤهلة للمونديال. يعني نكونوا عارفين المنتخبات اللي داخلة بمعنويات مرتفعة ولعبت 6 مباريات أخرى وارتقت إلى مستويات أخرى، فتكون في نهاية السنة في مستوى آخر. تصوروا مثلا لو الجزائر أو تونس أو مصر في من هنا لغاية نهاية السنة يكون خرجوا من سباق التأهل إلى المونديال، فكيف راح يكون حظوظ هذه المنتخبات في تصفية كأس، في نهائيات كأس أفريقيا؟ فالأول يجب أن نضع البطولة في السياق، يعني في نهاية شهر ديسمبر مش اليوم. ثانيا نشوف الوضعية المعنوية، إذا كانوا متأهلين لنهاية كأس العالم أم لا. ثالثا نشوف أيضا ظروف اللاعبين أنذاك في نهاية شهر ديسمبر، لأنه تعرفوا بأنه الكثير من المنتخبات تعتمد على لاعبين محترفين. نشوفوا ظروف